ده بيتر طفل وحيد ومنطوي وما عندوش أي أصحاب في المدرسة، وبيتعرض كمان للتنمر بسبب هدوءه وانطوائيته، وخصوصا من طفل اسمه براين واللي بيغير منه بسبب ذكائه وهدوءه. وفي يوم بيتر بيرجع من المدرسة وبيقعد مع أمه وأبوه واللي بيكونوا بيحبوه جدا، وقبل ما ينام بيطمنوا عليه وبيسيبوه بيناموا. وفي نص الليل بيتر بيصحى على صوت حد بينادي عليه، فبيستغرب جدا وبيقوم من مكانه وبيقرب من الحيطة، وفجأة بيسمع صوت خفا فبيتخض جدا وبيروح بسرعة يصحي أمه، وبتقوم معاه لكن مش بتسمع أي صوت، وبتأكد له إن الصوت ده في خياله هو وبس. فبيتر بيصدقها وبيحاول ينام. وفي تاني يوم بيركب باص المدرسة، فبراين بيكعبله وبيتريق عليه هو وباقي أصحابه، فبيرجع بيتر لمكانه وهو حزين. وفي المدرسة المدير بيعرف الطلاب على المدرسة الجديدة واللي بيكون اسمها ديفاين، وبيجي وقت الاستراحة وديفاين بتتفاجئ إن بيتر ما خرجش، وبتفهم إن هو ما عندهوش أصحاب، فبتطلب منه يساعدها في تزيين المدرسة. وفجأة بيتر بيشوف عنكبوت على المكتب بتاعه فبيتخض جدا وبيخاف، ولكن ديفاين بتهديه وبتخليه يشيله بالكوباية ويسيبه وهو على الشباك، وبتقدر تخليه ما يخافش من العناكب تاني. وبيتر بيرجع البيت وهو مبسوط، وبيقعد مع أمه وأبوه علشان ياكلوا، وبيسألهم عن الزي اللي هيلبسه في عيد الهالوين، وبيترجوهم إنهم يسيبوه يخرج زي باقي الأطفال لأنه عمره ما احتفل بيه. فأمه بتقوله إنهم بس خايفين عليه، لكن أبوه بيقرر يقوله الحقيقة، وبيقوله إن زمان كان في طفلة صغيرة في الحي بتاعهم وخرجت في الهالوين واختفت، ولحد النهارده ما حدش يعرف عنها حاجه، وعشان كده هم خايفين عليه وعايزين يحموه. فبيتر بيوافق انه يقضي معاهم الهالوين. وبالليل بيتر بينام، لكن فجأة بيسمع صوت طفلة صغيرة بتناديه، فبيخاف جدا وبينادي على ابوه بسرعة، لكن ابوه بيطمنه وبيقوله انها مجرد فيران، وبياخده المخزن البيت وبيخليه يجيب سم للفيران. فبيتر بيشمه وبيقول لابوه ان ريحته زي ريحة القرفة، فبيضحك ابوه وبيحطوا سوا السم عند الحيطة. وبيتر بيكون متضايق لانهم هيقتلوا الفيران، فابوه بيقوله ما يزعلش لان الفيران كائنات مضرة وما يقدروش يربوها، وكمان علشان يقدر ينام بالليل. وفعلا بيتر بيقتنع وبيوافق يحط لهم السم، وبيروح بعدها على المدرسة، وهناك بيرسم مع ميس ديفاين رسمة ليه وهو نايم على السرير ووراه حيطة سودا لصوت البنت اللي بتناديه. وميس ديفاين بتستغرب الرسمة وبتقرر انها بعد المدرسة هتروح لبيته، وهناك بتقابل امه وبتوريها الرسمة. فوالدة بيتر بتستغرب جدا وبتطمن المدرسة عليه وبتقفل الباب، لكن ميس ديفاين بتحس ان في حاجة غلط، وده لان ام بيتر ما بيكونش شكلها طبيعي اول ما بتشوف الرسمة. وبعدها بتدخل ام بيتر لابنها وبتفضل تعاتبه على الرسمة اللي رسمها، وبتقوله انه كأنه بيطلب المساعدة من حد غريب، وبتقوله كمان ان خياله الواسع ده هيوقعه في مشكلة في يوم من الايام. فبيتر بيقول لها انها مجرد رسمة مخيفة مش اكتر. وبالليل بيجي ميعاد النوم وبيتر بيسمع صوت البنت من تاني، فبيخاف جدا لكن صوتها بيطمنه، وبتكمل كلام معاه، وبيتر بيحس انها حقيقية فبيرد عليها وبيطلب منها يشوفها، ولكن البنت بتقوله ان شكلها مخيف لانها محبوسة بقالها كتير، ولكن بيتر بيقول لها انه مش هيخاف منها. فالبنت بتقوله يبص من فتحة في الحيطة وهيشوفها منها، وبيتر بيبص من الفتحة وبيشوف عين انسان، فبيتخض جدا وبيسألها هي مين، فبتقوله ان هي اخته، وان امه وابوه حبسوها هنا من وهي صغيرة، وفي عيد الهالوين شافت صاحبتها فطلبت منها المساعدة، لكن امها شافتها وقتها وقتلت صاحبتها وفضلت حبسها في الحيطة من سنين. وكمان بتحكي له انها كانت مستنية الوقت المناسب علشان تتكلم معاه وتحكي له على اللي حصل. فبيتر بيستغرب وما بيكونش مصدق ان ابوه وامه ممكن يعملوا كده. وفي تاني يوم بيتر بيروح للمدرسة، وهناك بيرسم مع اصحابه على اليقطين واللي بيكون مشهور زراعته في عيد الهالوين. وميس ديفاين بتعجب برسمته جدا وبتقول له ان هي جميلة جدا، وبراين بيشوفهم وبيحس بالغيرة منه وبيقرر انه هيستناه لحد ما يخرج من المدرسة، وبيكسر اليقطينة بتاعته. فبيتر بيزعل جدا وبيرجع البيت وهو حزين وبيفضل طول الليل يعيط. وفجأة بيسمع تاني نفس الصوت جاي من الحيطة، وبتسأله عن اللي مزعله وبتقوله ما يخافش منها لان هي مش هتأذيه، وبتقوله انها ممكن تمشي لو مش عايز يتكلم معاها، ولكن بيتر بيوافق انه يتكلم معاها وبيحكي لها على اللي حصل معاه في المدرسة. فصاحبة الصوت بتقوله انها مؤمنة بيه وانه شخص قوي ويقدر يجيب حقه بايديه، وعلشان كده لازم ينتقم من براين. فبيتر بيوافق. تاني يوم صوت البنت بيفضل يتردد في ودانه لحد ما بيلاقي براين جاي يعتذر له وبيديله يقطينة بدل اللي بوظها له، ولكن بيتر بيكون جواه رغبة الانتقام، وبيسمع اخته وهي بتقول له يزق من على السلم علشان يعرف ان هو ما بيخافش منه. فبيتر بيجري على براين وبيزقه فعلا من على السلم وبيكسر له رجله، وبيتر بيتصدم من اللي عمله، وده لانه عمره ما كان عنيف، وبيطرد من المدرسة. وابوه بيتصدم لما بيعرف اللي حصل، ولما بيشوف الرسمة اللي رسمها بيقرر انه يحبسه في قبو البيت، وده علشان يعاقبه، وبتكون دي اول مرة يعمل كده. وبيتر بيخاف جدا وهو نايم في القبو وبيفضل ينادي على اخته لكن من غير فايدة. وفي الوقت ده ميس ديفاين بتكون بتصحي امتحان بيتر وبتقرر انها تسيب له
له رقمها على الورقة علشان يتصل بيها لو احتاج منها أي مساعدة، وبعدها بتروح على بيته بحجة إنها تدي ورقة الامتحان لأمه وأبوه. في نفس الوقت تطمن على بيتر، وأبو بيتر بيدخلها علشان ما تحسش إن في حاجة غلط، عكس أم بيتر واللي بتكون متوترة جدا وخايفة. وفجأة بيتر بيسمع صوت المدرسة بتاعته فبيحاول ينادي عليها، ولكن الغسالة بتشتغل وبتغطي على صوته. وميس ديفاين بتقول لأم بيتر أكتر من مرة إنها عاوزة تشوف، فبتتعصب عليها أم بيتر وبتسألها هي شاكة إنها أذت ابنها الوحيد، وبتقول لها إنها ما عندهاش ذوق لأنها بتيجي من غير ميعاد. وميس ديفاين بتقرر إن تمشي، ولكن فجأة الغسالة بتقف وديفاين بتسمع صوت خبط، فبتسأل عن مصدره، لكن أبو بيتر بيقول لها بكل هدوء إن ده صوت الغسالة. وفعلا الغسالة بترجع تشتغل تاني، وديفاين بتصدق إن صوتها وبتمشي. وفي تاني يوم أم بيتر بتنزل القبو ومعاها كيكة، وبتقوله إنه أخيرا هيخرج، وبتعرفه إن هي وأبوه بيحبوه جدا وإنهم بيعملوا كده بس علشان ما يأذيش نفسه. فبيتر بيقول لها إن هو كمان بيحبهم، وبينام في أوضته وبيتكلم مع أخته، واللي بتقوله إنها كمان كانوا بيعملوا فيها كده لحد ما زهقوا منها وقرروا يحبسوها في الباب السري اللي ورا الساعة. وبتقوله إنهم هيعملوا فيه كمان زيها، وبتقوله إنها هتثبت له إن أبوهم وأمهم مش طيبين زي ما باين عليهم، وبتعرفه مكان الجثة بتاعت صاحبتها في الحديقة. فبيتر بيقرر يتأكد من كلامها وبيستغل فرصة انشغال أمه وبيروح بسرعة يحفر في الجنينة. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. وفي الوقت ده بتبقى أم بيتر بتزق الساعة ومعاها إزازة مية، وبيظهر إنها فعلا حابسة شخص هناك. وفجأة بتلاقي غرفة بيتر مفتوحة، فبتروح علشان تدور عليه، وبيسمعها بيتر اللي بيبقى بيحفر في الحديقة. وفجأة بيلاقي قدامه جمجمة صغيرة، وبيعرف إن كلام أخته فعلا حقيقي، فبيرتم بسرعة حفرة وبيمثل إنه كان بينحت ثمرة اليقطين. وبعدها بيروح يقعد عند الحيطة اللي بيكلم أخته عندها، وبيوعدها إنه هيخرجها من هنا وهيكونوا عيلة حقيقية سوا. فالبنت بتسأله إزاي هيعمل كده، فبيقول لها إن هو هيتصرف. وبيشوف رقم تليفون ميس ديفاين على الورقة، فبيقرر يتصل بيها ويطلب منها المساعدة. لكن فجأة أمه بتظهر من وراه وبتسأله عن اللي بيعمله، فبيتر بيقفل المكالمة بسرعة. لكن ميس ديفاين بتتصل تاني بالرقم وبتسأل أم بيتر لو هو كويس، فبتقول لها إنه كويس وإنه كان بيتصل بيها يطمن عليها مش أكتر، وبتقفل المكالمة. وبعدها بتتعصب على بيتر وبتسأله إيه السبب اللي بيخليه يعمل كده، وبتخليه يدخل لأوضته. فبيتر بيقول لها إنها أذت أخته، فأمه بتتصدم وما بتكونش مصدقة اللي بتسمعه، وبتفضل تتحرك عند كل الحيطان زي المجنونة وبتسأله عن اللي قالته له. وفجأة بتشوف فتحة في حيطة وبتعرف إنه بيتكلم معاها، فبتحبسه في الأوضة وبتستنى لحد ما أبوه يجي. وفي الوقت ده صاحبة الصوت بتتكلم مع بيتر وبتقوله إنهم هيقتلوه لأنه كشف سرهم. فبيتر بيخاف وما بيكونش عارف المفروض يعمل إيه، وبيحاول يتصنت على أمه وأبوه، وبنشوف إنهم بيتفقوا على حاجة وبيفضل طول الليل خايف. وفي تاني يوم أبوه بياخده علشان يحفروا سوا في الجنينة، وبيشاور له على مكان عفن واللي بيكون دمر المحصول كله، وبيقول له إنهم لازم يشيلوه وإلا هيبوظ الأرض كلها. وبيبقى واضح إنه عايز يوصل له رسالة من اللي حصل. وفي تاني يوم بيجي عيد الهالوين، وبيتر بيقعد يتعشى مع أمه وأبوه، ولكنه بيكون سرحان ومش بياكل. وأثناء ما أمه وأبوه بياكلوا أبوه بيحس بطعم غريب في الأكل، وبيسأل مراته لو ضافت حاجة جديدة غير كل مرة، والاتنين بيستغربوا وبيفضلوا يشموا الأكل لحد ما بيشموا ريحة قرفة واللي بتكون هي نفسها ريحة سم الفيران. وبيتصدم أبو بيتر وبيسأله عن اللي عمله، وبيقول لمراته تتصل بالطوارئ، ولكنها بتكتشف إن سلك التليفون مقطوع. وفجأة أبو بيتر بيرجع دم وبيغمى عليه وبيموت. فأم بيتر بتجري على المطبخ علشان تاخد سكينة وبتطلع تجري ورا بيتر، فبيتر بيجري بسرعة ولكن بتمسكه أمه، وفجأة بترجع هي كمان دم وبتقع على السلم وبتدخل السكينة فيها، وقبل ما تموت بتقول لبيتر ما يخرجهاش. لكن بيتر بياخد المفتاح وبيروح بسرعة للباب السري اللي ورا الساعة وبيفتح الباب، وفجأة بيشوف واحدة مخيفة جدا وبتضحك ضحكة شريرة. فبيتر بيخاف جدا وبيطلع يجري على اوضته وبيقفل الباب على نفسه، وبيتحول صوت الطفلة اللي كان بيسمعه لصوت مخيف جدا، وبتكون بتزحف على الأرض وشعرها طويل ومليان عفن وكمان ضوافرها طويلة جدا. وبتقول لبيتر إنها اتولدت مشوهة، وعشان كده أبوهم وأمهم ما كانوش عايزينها وفضلوا مخبينها وسط العناكب والحشرات في الوقت اللي كانوا فرحانين فيه بوجوده هو ومدفينه في سريره. أما هي فقررت تتعلم العض والزحف والتسلق علشان لما تخرج تكون قوية وتنتقم منهم كلهم، وهو ساعدها. وفجأة بيظهر على باب البيت براين واخواته الكبار واللي بيكونوا جايين ينتقموا من اللي بيتر عمله في أخوهم، وبيلاقوا باب البيت مفتوح والدم في كل مكان، لكنهم مش بيهتموا وبيفضلوا يدوروا على بيتر في كل مكان. فأخت بيتر بتستخبى وفجأة بتهجم على كل واحد فيهم بوحشية وبتقطع راس واحد وبتقتل واحد،
وبعدها بتخلص على الباقي. وبيتر بيكون مصدوم من أصوات الصريخ اللي بيسمعه وبيستخبى تحت السرير لحد ما فجأة بيشوف أخته بشعرها الطويل وهي بتقرب عليه وبتقوله إنها تحبسه في المكان اللي كانت محبوسة فيه طول عمرها. وفي نفس الوقت ده ميس ديفاين بتقرر تروح تطمن تاني على بيتر، ولما بتوصل للبيت بتلاقي الباب مفتوح فبتدخل وبتنادي على بيتر وبتشوف شعر طويل بيتحرك قدامها وبيختفي فبتتمشى وراه. وفجأة بتشوف قدامها أخت بيتر وبتهجم عليها، لكن ديفاين بتقدر تهرب منها وبتستخبى وبيتر بيطلب منها تهرب. فديفاين بتسأله عن الكائن اللي شافته فبيقول لها إن دي أخته المحبوسة من سنين. فديفاين بتقفل الباب بقوة وبتحاول تكسر الحيطة علشان تخرج منها بيتر، وبتقدر فعلا تخرجه وبيهربوا سوا لباب البيت. وعلى آخر لحظة وأول ما ديفاين بتخرج أخيرا من البيت أخت بيتر بتمسك أخوها وبتقفل في وش ديفاين الباب وبترجع تحبسه في المكان اللي كانت فيه. فديفاين بتقرر ترجع تاني علشان تنقذ بيتر وبتتسلل البيت بهدوء لحد ما بتسمع صوت بيتر من القبو. وفجأة وقبل ما توصل له أخت بيتر بتظهر من تاني، وقبل ما تهجم عليها بيسحبها بيتر من شعرها وبيقدر يخرج من الحفرة اللي كان فيها، وبتضربها ديفاين بالعصاية لحد ما بتوقعها في القفص تاني وبيقفلوا عليها بالقفل. فأخت بيتر بتضحك ضحكة شريرة وبتقوله إنه مستحيل يقدر يتخلص منها لأنه هيشوفها في كل مرة يسمع فيها صوت خبط أو تكسير، أو في كل مرة يسمع فيها همسة، أو يقعد في أوضة ضلمة، وكمان في كل مرة يغمض عينيه فيها ويحلم بكوابيس هتكون هي السبب فيها. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات.